خبر صار بخصوص النجم المغربي نايف أجراد وإمكانية الحاقه بكأس أفريقيا مع المنتخب الوطني المغربي الشهر القادم رغم الإصابة اللي كان تعرض لها في الأسابيع القليلة الماضية. فصحيفة ليكيب الفرنسية ذائعة الصيت هي صاحبة الخبر أكدت أن نايف أجراد ملي تفادى القيام بالعملية الجراحية فراه ما كاينش شي حاجة إن شاء الله اللي غتمنعه من المشاركة في كأس أفريقيا، غير هو واش غادي يشارك من المباراة الأولى ولا حتى المباراة الثالثة ولا الرابعة. فهنا في التفاصيل أكدت صحيفة ليكيب أن نايف أجراد رجع لنادي مارسيليا من أجل الالتزام ببرنامج علاجي دقيق للعودة سريعا إلى الملاعب. وأكدت أن أجراد اختار يدير هذا البروتوكول ديال البروتوكول العلاجي بدون جراحة لتفادي الأسوأ بعد تأكيد إصابته في العضلات العنية، وهي إصابة عادة ما تتطلب تدخلا جراحيا وفترات توقف طويلة، ولكن هو بسبب كأس أفريقيا فضل أنه يدير العلاج الدقيق بدون جراحة. وممكن إن شاء الله من مور كأس أفريقيا ممكن يفكر أنه إذا حس أن مازال كيعاني من تبعات هذه الإصابة العضلية يقدر في نهاية المطاف يدير الجراحة. تقريبا حالة مشابهة نوعا ما للحالة ديال الحارس الألماني ديال برشلونة تير شتيغن اللي خلى حتى سنة الموسم عدر واحد الجراحة، ولو أنها ماشي في نفس المنطقة ولكن نفس البروتوكول تقريبا. الخبر الصار الثاني بحسب ذات الجريدة أن نايف أجراد إن شاء الله غادي يكون جاهز للمباريات المهمة للمنتخب المغربي في كأس أفريقيا، وكنظن أنه كيقصدوا المباريات اللي من وراء دور المجموعات. وحتى أصلا إذا كان نايف أجراد جاهز منذ افتتاح الكان فما كنظنش أن وليد ركراكي غادي يغامر به من أول مباراة أصلا. وكنعرفوا جميع أن دور المجموعات كيتأهل صاحب المركز الأول والثاني وأفضل الثوالث، أصلا ما محتاجينش حنا نايف أجراد في دور المجموعات. وأصلا دور المجموعات ما خصناش أصلا نعطيو واحد تفكير كبير، غير هو خصنا نتأهلوا كمتصدرين للمجموعة مجموعتنا.